حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعلى خير. بصوا بقى، انا النهاردة قلت ايه اشارككم في وجبتنا النهاردة كالعادة يعني. فانا ايه بحب ان انا اديكم افكار لليوم، يعني بحيث ان انتم ما تفكروش كتير او تتعبوا من التفكير. النهاردة هنعمل ايه؟ النهاردة هنعمل معانا بانيه. هنتبله وهنركنه ونشيله في الفريزر. انا كنت في السوق وبنزل اجيب مثلا اكلة كام يوم، فبوضب علشان مثلا اسهل عليا الوقفة في المطبخ، وايه يبقى الحاجة سهلة في سهل كده. انا هنا معايا بصلاية صغيرة متوسطة وقرن فلفل، كل ده ضرباه في الكبة، ومع فص توم. هنزل كمان بواحدة زبادي كده بالمية بتاعتها بكله. هنزل بمعلقة فلفل اسود. طبعا انا هتبل فرخة، هعمل فرخة مشوية كده على السيخ، وكمان هتبل البانيه زي ما اتفقنا كده. فانا عايزة ايه تبقى الكمية يعني كتير. هنزل كمان بكزبرة ناشفة، كمان معايا لوري مطحون، لوري مطحون كمان علشان مشاوي وكده. فانا ايه هحط رشة كمون، رشة بس كده. كمان هنزل بسبع بهارات، لا قصدي اللي هي البابريكا. هنزل بالبابريكا كمان رشة من سبع بهارات. بهارات، سبع بهارات. انا مبحبش اكترها، بس انتي لو حابه حطي ما يهمكيش يعني براحتك. اول حاجه هنزل بشويه خل، كمان هنزل بعصير ليمونتين، هقلب بقى كل المكونات دي كلها كده في قلب بعض. بقى هنزل ايه اخد كميه ما حطيناش ملح، مش تقولوا يا جماعه ما حطيناش ملح. هنزل بمعلقه واحده بس لحد ما اخد الايه للبانيه، وبعدين هكمل عشان نعمل الفرخه معاه. تمام. بصوا انا هنا معايا كيلو بانيه، غسلته ونضفته وخليته زي الفل. هنزل بس بمقدار على قد ايه البانيه ده، هتبله وهشيله. هنا بقى هزود حاجات للفراخ. هي فرخه واحده اهي، هنزود نص معلقه ملح تاني، عندك عسل ابيض حطي، ما عندكيش حطي شويه سكر اهي زي معلقه صغيره. هنزل بمعلقه بابريكا تاني، عندي صلصه هنا هنزل بمعلقه، بربع كوبايه زيت. هنزل بربع كوبايه زيت، او شوفي يعني انت الكميه اللي هتعمليها هتحطي عليها قد ايه. طبعا احنا حاطين الخل وحاطين كل حاجه. هنقلب بقى كل المكونات دي كده. حطينا الزيت وحطينا السكر وحطينا ايه، انا حاسه ان ناسي حاجه بس مش عارفه، عامه هفتكرها معاكم دلوقتي، لو افتكرناها نبقى نحطها. الفرخه بتاعتي اهي، انا جايباها صغيره يعني ايه 2 كيلو الا ربع كده، بس طبعا على ما اتذبحت وفضينا احشائها وكده، فيعني كيلو 600 في الحدود دي كده. ما تجيبهاش كبيره عشان خاطر تستوي معاكي. احنا دلوقتي بقى هنتبلها تمام من جوه بقى ومن بره بقى. وبصوا لازم تبقى ايه متشبعه كده من التتبيله بتاعتها. حبيتي بقى تتبليها قبلها بيوم طبعا ايه هتبقى احلى واحلى. تتبيله عسل. طبق مش مساعدني.
واهم حاجه كده من بين الوراك عشان خاطر اللحم كله يبقى ايه متشبع كده. عشان كده زودنا ايه نسبه الملح. انا كده كده ايه هعملها النهارده، فعشان كده زودت لها نسبه الملح سنه عشان خاطر تتحيق معايا بسرعه. لكن بقى انا ايه هسيبها كده مع بعضها شويه كده مع نفسها لحد ايه ما اظبط بقيه الحاجات اللي ايه التانية يعني. غسلتها بقى بالملح والخل بقى والدقيق، وكان عندي برتقان واستفندي حطيت بقى. قلت ايه عشان اي حاجه بتسحب الزفاره لازم ايه احطها. انا كده الدنيا معايا خلاص تمام. انا ايه تبلتها من جوه ومن بره. هسيبها بس ادي ساعه 2 لحد ما ايه اجهز اللي ورايا ووقت الغدا بتاعي يجي. نركن بقى الفراخ على جنب، وكمان نشوف بقى ايه البانيه بتاعنا. احنا كده كده ايه زي ما اتفقنا احنا مش هنعمله النهارده. شوفي لو هو مثلا على قد عدد افراد اسرتك وعبي بقى. شوفي انت بتظبطي الدنيا معاكي ازاي، وحطي في الاكياس او في الورق الفويل على جنب كده. انا قلت اوريهولكم في يوم يعني اوريهولكم عشان لو جيت عملته في يوم وحبيت اصور تبقوا انتوا عارفين انا تبلته ازاي. اهو انا كده خلاص خلصت. هبتدي بقى اكيسه واحطه بتتبيلته كده في قلب الكيس بيبقى معايا زي الفل. اهو هبتدي بقى اشيله. بصوا انا اهو كيستهم على قد كيسين. حطيت هنا نص وهنا نص. احنا 4 افراد يعني مش عدد. اهو طبعا جنب مكرونه جنب بطاطس واليوم بيتقضى يعني وبيعدي. فهشيلهم بقى في الفريزر. بس انا حبيت اوريكم التتبيله عشان لو جينا عملناه في اي يوم يبقى ايه احنا معانا التتبيله موجوده. دلوقتي انا لما بنزل السوق بجيب مثلا كذا وجبه بحيث ان انا اريح نفسي يعني من النزول كل شويه طبعا، والنزول طبعا بمصاريف. فبنحاول نقتصد على قد ما بنقدر، وبنجيب مثلا وجبات ايه لكذا يوم بحيث ان احنا ما ننزلش. بس لازم ننزل، بس بنحاول نوفر على نفسنا ايه على قد ما نقدر. اهو مكيسين اهم هشيلهم في التلاجة وانا في الفريزر. وغير كده انا عندي الاطباق الفويل بس انا الفل اللي بس انا بحب الاكياس كده زي ما احنا شايفين ما بياخدش مكان. فممكن تحطي عليهم كمان ومش هياخدوا منك مساحه في قلب الفريزر يا ست الكل. انتظروني. بصوا حبايبي انا كده حطيت الفرخه زي ما احنا شايفين كده هي على السيخ تمام. ظبطتها وعملتها وحطيت كمان صينيه فيها ايه ميه علشان خاطر تطلع البخار الميه على الفرخه تقوم ايه تستوي. وطيت كمان عليها النار يعني انا مش عارفه النار هتبان لكم ولا لا اهي. يعني انا عايزاها متوسطه عشان خاطر ما يبقاش فيها ايه دم متجمد، لكن انا عايزاها تستوي على نار هاديه زي ما بنقول كده. ولما تيجي تستوي بقى نبقى نولع ايه نعلي الشوايه اكتر من كده. خلاص هي استوت بس ايه هتاخد بقى اللون معانا ده في الاخر يعني الكلام ده حبايبي والفرخه وانا هوريها لكم كل شويه يعني. الحمد لله استوت زي ما انتم شايفين كده. عندك بقى الخضره بقى تزوقيها بيها. بصوا لونها جميل ازاي وبصوا شكلها تحفه ازاي. وسهله وبسيطه ومش خلاص تبلناها وركناها لحد ما جينا شويناها. ووجبه جديده وسهله عشان خاطر حتى ولادك ياكلوا تغيير يعني وتجديد. حمرنا جنبها بطاطس رشنا عليهم شويه ملح وشويه بقدونس او كزبره المتاح عندك حطيه. كمان عملنا رز بالكركم وال بالكركم. بس انا عاملاه رز البلدي بتاعنا مش عاملاه الرز البسمتي لان احنا بنحب البلدي اكتر. وكمان قليت بتنجان خللت. ووجبه سهله وبسيطه وسريعه وعيش واللي انت عايزاه بقى حطي. ممكن تعملي سلطه خضراء، ممكن تعملي سلطه طحينه، ممكن تعملي كمان كفته جنبيها ويبقى فراخ وكفته. والدنيا اتقضت الحمد لله وتمام التمام. يا رب فكرتنا النهارده تعجبكم وتنول اعجابكم. فضلا منكم وليس امر الاشتراك في القناه والتعليق الحلو اللي بيفرح قلبي ودعوه حلوه من القلب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش الاول هنا كان متصور احتياطي. خلاص كفايه.